اهلا بيكم في قناتي. لو اول مره تشوفوني سيبولي كومنت عشان ادخل ارحب بيكم. هنعمل النهارده مع بعض طريقه كريب سهله جدا وبسيطه، وهنعرف معلومات كتيره جدا عن الكريب. هنعرف ازاي نديله اللون الذهبي دوت، وهنعرف ازاي نخلي الكريب مقرمش، ونعرف ازاي نخلي طعم العجينه نفسها بتاعه الكريب حلو جدا. بجد والله طريقه الكريب دي احسن من اكبر المحلات. هيعجبكم جدا ان شاء الله. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك عشان الفيديو يوصل، وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. اول حاجة هنعمل العجينة نفسها بتاعة الكريب، هنعملها بطريقة حلوة جدا. بجد هيبقى طعمها حلو جدا. هنحط كوبايتين من الحليب، او معدل نص كيلو. الكوباية دي 250 ملي، وهنزل عليها بكوباية واحدة بس من المية. يعني كوبايتين من الحليب عليها كوباية من المية. ومعايا 3 بيضات، هنزل عليها ب3 بيضات بالشكل ده. طبعا انا ضامنه البيض بتاعي. لو احنا مش ضامنين البيض بتاعنا ممكن نفضيه في بوله الاول عشان نشوف البيضه كويسه ولا لا، وبعد كده ننزل بيها على الحليب. هضربهم بقى مع بعض كويس. لازم ان انا اضرب كده البيض كويس مع الحليب، علشان ما يبقاش في اي تكتلات من الصفار بتاع البيض او حتت فاتحه وحتت غامقه. هنضربه كويس مع بعض بالشكل ده بالمضرب. ممكن نستخدم الخلاط، ممكن نستخدم اي حاجه مضرب الكهرباء، لكن انا شايف ان هو مش مستاهل يعني. هحط بقى معلقه صغيره من الملح ونص معلقه من السكر. بجد السكر دوت هو اللي بيديله اللون الذهبي، بيخليه حلو جدا. وهنزل بباكت واحد بس من الفانيليا عشان الزفاره بتاعه البيض. بجد طعم العجينه وريحه العجينه بالفانيليا بتبقى طعمها حلو جدا، وده السر بتاع المحلات الكبيره، ازاي تخلي طعم الكريبايه حلو. وهنزل بمعلقه من الخل. معلقه الخل بتخليه مقرمش وبتساعد على القرمشه بتاعته، بتخليه طعمه حلو حتى لو قعد ما يطراش مننا خالص. هخلطهم بقى مع بعض كويس بالشكل ده. شوية تركات كده بسيطة بس بتفرق جدا في الكريب. بعد كده هنزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق منخول. هنزل بالدقيق بقى بالشكل ده، وهبدأ بقى ان انا اخلطهم كويس جدا مع بعض بكل سهولة من غير اي خلاط ولا اي حاجة خالص. لو حابين ان انتوا تضربوه في الخلاط وتوفروا على نفسكم، بس هو بجد مش بياخد وقت خالص ومش بياخد مجهود خالص. في ثانية واحدة بيختلط بكل سهولة. ممكن بالمضرب الكهرباء برضو، بس انا شايفة برضو ان هو مش محتاج. وهو بيتعمل بالمضرب اليدوي بسهولة خالص او بالويسك. هضربهم بقى كويس مع بعض. لازم ان انا اضربهم كويس لحد ما الدقيق يختفي تماما ويديني القوام دوت. قوام الكريب لازم يكون قوام خفيف كده، اخف كتير من قوام الكيك. كده خلاص خلص معايا اهوت، مخدش مني وقت خالص ومكونات قليلة جدا. هنزل بقى العجينة بتاعتي او الخليط بتاعي كده في شفشق. ممكن ان انا منزلوش في شفشق وان انا استخدم الكبشة، بس انا مستخدمة الشفشق عشان يسهل معايا. وهسيبه بقى لمدة 10 دقايق يرتاح. بعد كده هجيب الجريل دوت او الطاسة بتاعة الكريب او ايا كان. ولو مفيش الطاسة بتاعة الكريب احط طاسة عادية خالص من اللي عندي عادي في البيت اللي انا بستخدمهم. احط ندعة زيت صغيرة خالص وامسحها بالمنديل بالشكل ده. هي اول مرة بس. هسيب الطاسة اللي هي تسخن كده شوية، وبعد كده هنزل بقى بكمية الكريب بتاعي في النص، وابدأ ان انا اوزعه. دي النشابة او الخشبة بتاعة الكريب لو مش موجودة، همسك اليد بتاعة الطاسة اللي انا هستخدمها، او ايا كان القلاية او طاسة الكريب اي حاجة، وهحاول ان انا الفها يمين وشمال بحيث ان انا اخلي العجينة كلها تتوزع فيها. اول ما تبدأ تفصل معايا بقى من تحت هقلبها على الوش التاني. هو مش بياخد وقت خالص، بس انا نقلت على على العين ديت اشد شوية. هوزعه بقى بالشكل ده كده. اخليه كله متساوي، ما يكونش حتة عالية وحتة واطية، او يبقى خفيف من الطروف. هو اول ما هيستوي هيسيب الطاسة لوحده بالشكل دوت. هقلبه على الجنب التاني، ما بياخدش دقيقة. بجد اقل من دقيقة بيكون استوى.
واداني اللون الذهبي ده بسبب السكر اللي انا حطيته. نص معلقة السكر دي بجد بتفرق قوي. شايفين شكل الكريبايه بجد حلو قوي. هحطها بقى على فوطة كده من تحت، واحط فوطة كمان من فوق عشان ما ينشفش. لو احنا حابين ان احنا نرفع الطاسة كده من على البوتاجاز علشان نقدر ان احنا نوزع الكريبة كده براحتنا، ممكن ان احنا نرفع كده. لو ايدينا مش سريعة، انا حبيت اوريكم الطريقتين. لو ايدينا مش سريعة في الفرد، هرفع الطاسة من على النار وهبدأ ان انا اوزعها وانزل بيها تاني على النار. مش مشكلة خالص اللي احنا مش عندنا عصاية الكريب، بجد من غير عصاية الكريب بتطلع نفس النتيجة. هتبدأ بقى ان هي تفك كده، يبقى هي كده خلاص استوت. شايفين الفقاقيع اللي هي البابلز اللي في العجينة؟ بجد العجينة ناجحة جدا وحلوة قوي، وجربوها تعجبكم جدا، والفانيليا بتديها طعم وريحة بجد تحفة. هقلبها بقى بالشكل ده. شايفين لون العجينة حلوة قوي؟ الكريباية بجد تحفة. دي نفس العجينة بتاعت أكبر المحلات، بنفس الطعم وبنفس الشكل وبنفس كل حاجة. بجد لو جربتوا الوصفة دي هتبطلوا انتوا تشتروه من برا تاني، وهتعملوه دايما في البيت. بجد أوفر وأنضف، وغير ان هو أنضف بجد أوفر بكتير جدا. يعني الكمية دي ب3 كوبايات بس من الدقيق، مش أكتر. وعلى حسب كمان احنا ممكن نصغر حجم الكريبة، هتدينا أكتر. ممكن نخليه السمك بتاعها أقل، هتدينا برضو كمية أكتر. فده على حسب. انا طاسة الكريب بتاعتي ممكن تكون كبيرة شوية، فهي ادتني 7 كريبات. فممكن ان احنا نقلل في كمية نقلل في حجم الطاسة، هتدينا عدد كريبات اكتر. هقلبها بقى بالشكل ده. اهم حاجة ان انا اقف جنبها، ما ينفعش اسيبها واتحرك، لان هي ما بتاخدش وقت خالص. شايفين طرية ازاي وحلوة جدا؟ على فكرة حتى لو ما غطيناهاش هي مش هتنشف، لان العجينة نفسها معمولة كويس ومعمولة صح، فعمرها ما هتنشف. بس انا بغطيها برضه عشان تحتفظ بالسخونية بتاعتها وتطرى اكتر، لان عشان انا لسه هطبقها فتطبق معايا بسهولة. هفردها بقى واوزعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اول ما بتستوي بسرعة بتفصل عن الطاسة. بجد سهلة قوي. في ناس بتستخدم العيش اللي هو بتاع التورتيلا او عيش السوري او الحاجات دي، تضطر ان هي تعمل منه الكريب. لا، مش مستاهل خالص ان احنا نعمل الكريب بالشكل ده. الكريب مش العجينة بتاعته مش مستاهلة بجد. من أبسط الحاجات اللي ممكن نعملها في البيت. مفيش أصلا مش بتستخدم حاجات كتير. هي بس كوبايتين من الحليب عليها كوباية من المية. ممكن نستخدم 3 كوبايات من المية عادي. ممكن نستخدم معلقة لبن بودرة لو احنا حطينا 3 كوبايات من المية. بجد مش محتاج تكاليف خالص. شايفين دي اتقطعت كده عادي، ما تخافوش. انا مرضتش ان انا احذف المقطع دوت. لو عادي خالص اتقطعت، هنعرف ان احنا نلفها برضو او نحشيها. مش هتعمل معانا اي مشكلة خالص. نكمل عادي زي ما احنا. هنضف بقى الطاسة. لازم قبل ما احط واحدة جديدة انضف الطاسة كده قبليها. انا كده خلصت الكمية. هجيب معايا بقى زيت سخن هنزل بيها بستريبس. الستريبس دوت بجد الكريب الستريبس بيبقى تحفة جدا. انا بحب الكريب بتاعي حتى لو جبته من بره يكون بالستريبس. الحشو دوت بقى على حسب الرغبة. ممكن لو عندنا حبة لحمة مفرومة، حبة بانيه، ممكن اعمل شاورما. لو مثلا عملت بانيه عادي خالص زي اللي بعمله واحشي بيه عادي، مش لازم ستريبس. الحشو ده يرجع لنا احنا، او حسب كل واحد وذوقه. ممكن السوسيس، ممكن بسطرمة، ممكن جبن بس. يعني بجد الحشو دوت
يعني ليه كذا حاجة، فده براحتكم انتوا. شايفين بقى العجينة ازاي عاملة ازاي؟ شايفين شكل الكريباية طرية جدا؟ شايفين عاملة ازاي؟ بجد حلوة قوي، ولونها وشكلها بجد حلو قوي. معايا بقى الحشو بتاعي، معايا جبنة موتزاريلا، ومعايا جبنة رومي. جبنة رومي دي اختياري، ومعايا طماطم متقطعة مكعبات ومتشال منها المية، يعني اللي هو القلب بتاعها. ومعايا فلفل رومي، ممكن احط فلفل سبايسي. ومعايا الستريبس قطعته قطع صغير. اول حاجه هتنيها كده الكريبايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وخلوا الناحيه اللي هي الفاتحه تكون من بره، اللي تكون لونها فاتح، عشان لسه هتاخد تحميصه تاني. احط بقى، افرد اول طبقه جبنه الموتزاريلا عشان تسيح معايا. بعد كده احط عليها شويه صغيرين كده من الجبنه الرومي بتطعمها لي بس مش اكتر. بعد كده هنزل بمكعبات الطماطم ومكعبات الفلفل، واحاول ان انا اوزع الحاجه بالشكل دوت وتكون مفروده، عشان لما اجي اطبق الكريب بتاعي يكون متطبق معايا كويس. هفرد بقى الستريبس عليه بالشكل دوت، واقطع الستريبس قطع كده مربعات صغيره او مكعبات صغيره، عشان ما تضايقنيش وانا بفرد بتني الساندوتش او الكريب. هنزل بقى بكاتشب ومايونيز بالكميه اللي انتوا تحبوها. شايفين شكل الكريبايه؟ بجد حلو جدا وزي بتاع الشارع بالظبط. ممكن ان انا الفها كده على الجريل او على طاسه بتاعه الكريب بالشكل ده زي المحلات بتاع بره، بس انا حابه ان انا اطبقها كلها الاول وبعد كده انزل بيهم في الطاسه. هطبق بقى الكريب كده بالشكل دوت، بشكل المثلث ده. ممكن الفه رول. بجد اللفة مش لازم ان هو عشان الكريب يكون بالشكل ده. ممكن الكريباية تكون اصغر شوية وما نعرفش ان احنا نلفها كده، نلفها رول بتبقى نفس الطعم ونفس الشكل وكل حاجة، وبيبقى شكلها حلو جدا على فكرة، ما بتبقاش وحشة. هحط طبقة الموتزاريلا، وبعد كده هحط عليها شوية كده من الجبنة الرومي، واحط مكعبات الطماطم. انا حبيت ان انا اعمل معاكم كذا واحدة عشان نعرف ازاي بنطبقها وازاي بنقفلها. هرص بقى الستريبس بتاعنا. زي ما اتفقنا، الحشوة باللي انتوا عايزينه، الحشوة مش قانون خالص. اي حد بيحب اي حاجة ممكن ان هو يحطها. ممكن نستكفى بالجبن بس، عادي خالص. هنزل بقى بالكاتشب والمايونيز بالشكل ده. هبدأ بقى اقفل الكريب بتاعتي. بجد شكله حلو قوي. هظبطها بقى كده كويس، وبعد كده هقفل واحطها في الطاسة. اخلي الناحية اللي هي اللي انا قافلة بيها دي من تحت بالشكل ده. انا جبت اللي هي المقطوعة دي، حبيت ان انا اعملها معاكم عشان اعرفكم ان هي مش عقبة خالص. انا تنيتها هي زيها زي اي كريب عملته قبليها. هتنيها بالشكل ده، وهبدأ ان انا احشيها عادي خالص. بجد انا برضو عملت البانيه في البيت، البانيه العادي خالص اللي بنعمله في البيت دوت، وقطعته قطع وحشيت بيه. بجد كان حلو قوي برضو. انا جربت كل حاجة، وبجد اللحمة المفرومة برضو بتبقى حلوة جدا. فجربوا كذا حاجة هتعجبكم. اي حاجة عندكم زيادة في التلاجة ممكن ان انتوا تستخدموها، تعملوا عجينة الكريب وتحشوا على طول. انا خلصت الكمية بتاعتي، هي رجعتها تاني على الجريل او على الطاسة بتاعت الكريب هي. وابدا ان انا اخليها على نار واطيه لحد ما تاخد اللون الذهبي. بعد كده قلبتها على الوش التاني عشان تاخد لون من على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده. بجد نص معلقه السكر اللي حطيناها بتفرق جدا في اللون بتاعها. شايفين لونها عامل ازاي؟ غير القرمشه، معلقه الخل بتخلي القرمشه بتاعتها حلوه قوي. شايفين الكريب بتاعي خلص اهوت؟ بجد ريحته كانت تحفه، وطعمه كمان كان اروع. شايفين شكله؟ الجبنه ساحت اهيت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وطعمه حلو جدا ومقرمش جدا، كريسبي خالص. بجد لو جربتوها بطلوا ان انتوا تشتروه من بره تاني، لانه اوفر كتير قوي من بره، وفي نفس الوقت طعمه احلى كتير من بتاع بره. والله بجد لو عملتوه في البيت هتحسوا ان الطعم بتاع البيت احلى كتير من طعم بتاع الشارع. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.